لماذا رفاعة الآن؟ لماذا رفاعة الآن؟ لأنه واضح أنه يعني في هجمة يعني دينية تطرفية شرسة جدا على كل الإنجازات اللي اتحققت خلال المئة سنة الأخيرة. يعني واخد بالك إزاي؟ إذا كان في أي تقدم حصل على مستوى التعليم، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي، فأنا شاعر حاليا انه الجماعات الدينية المتطرفة اصبح لها السطوة، واخد بالك ازاي؟ اصبح لها السطوة، واصبحت هي الان التي تتحكم في تقريبا يعني في التوجيه الاعلامي والاعلام العربي بشكل عام. فانا شايف فعلا ان سؤال رفاعة هو سؤال الحاضر في مواجهة الظلامية، وفي مواجهة السلفية، وفي مواجهة هذه الردة التي تريد أن تعود بنا إلى عصور الظلام والعصور الوسطى، عصور الجاهلية الأولى. يعني من هنا يأتي سؤال رفاعة. وسؤال رفاعة ليس سؤال الماضي، ولكنها سؤال الحاضر، لأنه تجربة رفاعة الطهطاوي هي تجربة تمس الحاضر، تمس التغيرات التي تحدث كل يوم في حياتنا. وبالتالي يعني يجب ان نهتدي طول الوقت. بالنسبة لي يجب ان نهتدي برفاعة، يجب ان نهتدي بالقيم والافكار التي حملها رفاعة من خلال الرحلة اللي هو عملها الى باريس، وشاف فيها يعني الحضارة الغربية، ورأى كيف يحكم الناس، تحكم الشعوب. وانا اعتقد انه المبادئ الاساسية اللي ركز عليها الطهطاوي من خلال الحرية او العدالة، ومن خلال الثقافة، يعني من خلال الركيزتين دولت، هم دولت الطريق الى التقدم. ليس الطريق الى التقدم هو ان نتقوقع على انفسنا او ان ننعزل عن العالم. الامل هو في قدرتنا على ان احنا نوصل كل المعارف الجديدة اللي احنا تحصلنا عليها، المعارف اللي هي محصلة لخبراتنا، محصلة لتجربتنا، وتوصيل هذه المعارف اي تربية. يعني الاساسي هو التربية. فانا متفائل، لانه انا واثق من انه الاجيال الجديدة سوف يعني تهتم بالتجربة بتاعتنا، لان التجربة بتاعتنا تجربة مخالفة عن السائد، ومخالفة مغايرة تماما. يعني فانا مش شاعر انه يعني في مسحه حزينه في الفيلم، رغم انه يعني الفيلم يحاول ان يمسك بتوهج الحياه. يعني الحياه في مصر هي احتفاليه، واخد بالك ازاي؟ فانا حبيت انه هذه الاحتفاليه بالحاضر هي اهم من اي افكار نظريه، اي افكار مدرسيه او سكولاستيكيه، واخد بالك ازاي؟ هذا توهج الحياه في مصر هو اللي انا حاولت ان وانا بناقش قضيه رفاعة، وانا بناقش طريقه التقدم اللي ارساها رفاعة، والركائز اللي هو بيقول انه التقدم يعتمد على الحريه، ويعتمد على نهايه التقدم، هو نهايه الاستبداد. التقدم هو الانفتاح على الثقافات الاخرى. التقدم هو ان نعي موقعنا في العالم ومركزنا في العالم. التقدم هو ان احنا نعي لغتنا، ونعي تراثنا، ونعي تاريخنا. التقدم هو ان احنا نتضامن مع بعضينا، وان احنا نفكر مع بعضينا، وان احنا نعتمد اساسا على بعضينا، مش نعتمد على مؤسسات او هيئات او حكومات. لانه فعلا يعني رهان المستقبل هو رهان الجمعيات الاهلية اللي هي بتاخد مبادرات، واخد بالك ازاي؟ عكس المنظمات الحكومية والوزارات الحكومية. وثيقة شخصية، لانه يقدم منهج في التعامل مع السينما. بالظبط، طبعا طبعا، الله ينور عليك الله ينور عليك. وحتى انا رفعت العناوين. كان في عناوين رئيسيه في فصول الفيلم، ولكن انا رفعت هذه العناوين، ودوت الشيء الجميل، لان انا اعتمدت على الذكاء المتفرج. يعني التوجه في هذا الفيلم هو توجه اساسا لذكاء المتفرج. وانا واثق جدا في الذكاء المتفرج العربي، اللي هو طول الوقت للاسف يعني معرض للقصف اليومي، لقصف الهراء العام من محطات التلفزيون اللي انتشرت انتشار النار في الهشيم الجاف. يعني
وللاسف يعني انا حاولت ايضا زي ما بتقول ان يكون هذا الفيلم هو يعني مذكرة شخصية، واخد بالك ازاي، او مذكرة شخصية فيها الاسئلة الاساسية اللي انا بطرحها على موضوع السينما، لان السينما ليست للترفيه فحسب او ليست للمتعة فحسب، ولكن السينما هي اداة تفكير، اداة تفكير في تناقضات مجتمعاتنا الانسانية. وانا عملت هذا الفيلم من منطلق ان السينما هي اساسا كما يقول جان لوك جودار يعني المفكر الفرنسي والمخرج الفرنسي الكبير، ان السينما دي هي اداة تفكير، واخد بالك ازاي، واداة تأمل في الواقع اللي احنا بنعيشه. وانا بالنسبة لي فيلم رفاعة ليس فيلما عن الماضي ولكنه فيلم عن الحاضر، لانه رحلة رفاعة لم تنتهي. يعني اريد ان اقول ان رحلة التساؤل اليومي الملح، واخد بالك، التساؤل في كل لحظة، يعني كيف نصنع حياتنا في كل لحظة، كيف نصنع حياتنا وكيف نوجه حياتنا في كل لحظة، كما يعزف عازف الجاز مقطوعة الجاز، كما يعزف لحن الجاز لكي يقول لنا من هو وكيف يرى وما هي رؤيته للحياة. يعني هو اسلوب في العزف اكثر منه لحن او انا ابن رفاعة، انا حفيد رفاعة، واتمنى ان اكون اتمنى ان انا اكون يعني يعني ان اليق يعني بكونه جدي، او بكونه يعني بالنسبة لي المعلم الاكبر. يعني رفاعة هو جدنا كلنا، ونحن نسير على هذه السكة التي خططها لنا او التي رسمها لنا او التي حفرها لها رفاعة. كل واحد مننا بيمشي في السكة ديت وبيحقق ذاته من خلال بحثه الفردي اللي هو بيضيف لي يعني مجموعة الابحاث الفردية، واخد بالك ازاي، بتخلق سكة، وهذه السكة انا واثق ان هي ستؤدي الى التقدم وستؤدي الى التطور، لانه يعني رهان هذه السكة هو تضامن، يعني رهان هذه السكة هو تضامننا، ورهان هذه السكة هو دعمنا لبعضنا، ورهان هذه السكة هو ايضا فرديتنا يعني فرديتنا، واخد بالك ازاي، يعني اساليبنا في العزف، هذه الاساليب المتعددة في العزف هي التي سوف تصنع في النهاية هذه الاوركسترا الكبيرة، واخد بالك. ونحن بانتظار هذه الاوركسترا الكبيرة ان تنطلق، واخد بالك ازاي، ان تنطلق في قافلة، هذه القافلة يعني تعبر الحدود وتتواصل مع الكائنات والسحب والعالم كله.